السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد جودة. إن شاء الله أولاد بإذن الله النهاردة هنحل مع بعض التقييم الأسبوعي على طبعا الأسبوع الثاني برضو على يونت 1. احنا سبق وحلينا قبل كده مع بعض الأسبوع الأول على التقييم، وجي دلوقتي إن احنا نحل الأسبوع الثاني على التقييم برضو على يونت 1 اللي بعنوان A Great Summer. فيا ريت قبل ما نبدا الناس كلها ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من زمايلكم، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت الناس كلها ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بسم الله نبتدي مع بعض. طبعا يا اولاد نفس شكل التقييم بتاع الاسبوع الاول، عندنا نوعين من الاسئله، اسئله تشوز وفي عندي ريد اند رايت اقرا واكمل، وجايب لي باراجراف صغير كده هنحل مع بعض كام نموذج، وباذن الله دي النماذج او التقييم الاسبوعي اللي نازل طبعا من صفحه الوزاره. نشوف اول نموذج معانا اسئله اللي تشوز. هنا بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر، اختر الاجابه الصحيحه. رقم واحد بيقول لي always يعني دائما on your goals. your goals يعني اهدافك، يعني بيقول لك ايه اهدافك and do وقم be your best افضل ما لديك to achieve them لكي تحقق ذلك. طبعا قلنا قبل كده ان انت دايما always يجب عليك ان تركز، يركز على اهدافه يعني focus، يبقى focus on your goals. نمبر 2 بيقول لي هنا هانا جودا become Egypt، يعني هانا جودا أصبحت Egypt's youngest يعني أصغر مصرية ever national فازت بإيه في عام 2019. طبعا هي أصبحت أصغر بطلة مصرية في عام 2019، طبعا بطلة بمعنى champion. نمبر 3 she won a top، هي فازت باعلى ايه at ITTF، طبعا ده اللي هو الاتحاد الافريقي African Cup in Lagos، طبعا لاتحاد تنس الطاوله. طبعا هي فازت بالاورد يعني بجائزه الاتحاد الافريقي لتنس الطاوله. نمبر 4 that's a great achievement، يعني ده تحقيق او انتصار عظيم. The anatomy المضاد، وهنا عايز المضاد بتاع كلمة achievement. achievement بمعنى إنجاز أو تحقيق شيء مميز، طبعا عكسها إيه؟ عكسها إنك تخسر أو اللي هو السقوط، اللي هي طبعا بمعنى كلمة failure. نمبر 5 players اللاعبون should respect يجب عليهم أن يحترموا their إيه who play against them اللي بيلعبوا قصادهم. يبقى لازم إن هو طبعا إحنا كلنا لما بنكون بنلعب ماتش أو بنلعب قصاد أي حد لازم إن إحنا نحترمه، طبعا الخصم هنا بمعنى opponents. نمبر 6 بيقول لي هنا يونس played sports، يونس لعب التنس او الرياضه in the summer vacation في الاجازه الصيفيه. he is very active هو شخص نشيط جدا، يبقى هو دايما بيلعب، هو شخص نشيط. يبقى اختار ايه؟ اختار طبعا كلمه always بمعنى دائما. نمبر 7 بيقول لي هنا how often كم عدد ايه your grandparents last year، هنا بيسألوا عن كم عدد المرات اللي هو فيها زار أجداده last year العام الماضي. طبعا هنا ده سؤال في زمن الماضي البسيط، يبقى طبعا انا محتاجه ايه؟ لازم اكون حافظ ترتيب السؤال في الماضي البسيط. الماضي البسيط بيتكون من اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل وفعل. طب ايه هو الفعل المساعد؟ ده مستر ديد وبعد كده الفاعل وفعل في المصدر، يبقى اكيد اختار رقم ايه اللي هو بيقول how often did you visit، كم عدد المرات اللي زرت فيها اجدادك العام الماضي. رقم 8 بيقول لي they home a to the beach الشاطئ last summer الصيف الماضي. طيب عايز يقول ان هم ذهبوا للشاطئ الصيف الماضي. طيب نختار انهي واحده يا مستر؟ طبعا برضو دي جمله في الماضي البسيط وجايب لي هنا افعال تكرار، جايب لنا كلمه never ونيفر ونيفر برضه. بختار انهي واحده فيهم ولا اختار didn't never؟ طيب هنا هنشوف عندي كلمه never go، طبعا هنا بيقول لي ابدا ما ذهبوش للشاطئ last summer. عندي نيفر وينت برضو هنا، بس عندنا نيفر المفروض نيفر في العادي بيجي وراه فعل في المصدر، فطبعا الاختيار ده مش مظبوط، احنا مش محتاجينه. هنا بيقول لي didn't never go ابدا لم يذهبوا ونيفر going، يبقى الاختيار الصح هيكون ايه؟ هيكون طبعا never go، هم ابدا لم يذهبوا to the beach للشاطئ last summer. بعد كده عندنا رقم 9 بيقول لي I know at the bus انا ايه الاتوبيس to school للمدرسه when I was younger لما انا كنت صغير في السن. يبقى هنا دايما بيقول ان هو كان بياخد الاتوبيس للمدرسه لما كنت صغير في السن، يبقى اكيد هقول I always talk، هنجيب الفعل التكرار وبعد كده فعل في التصريف الثاني. مالك نقط did his homework بيعمل الواجب بتاعه after school بعد المدرسة. he was a good student هو طالب جيد، يبقى أكيد إيه؟ أكيد غالبا بيعمل الواجب بتاعه بعد المدرسة لأنه هو طالب جيد، يبقى طبعا هختار كلمة usually بمعنى غالبا. نشوف النموذج التاني معانا برضو أسئلة تشوز. أول واحدة بيقول لي هنا هانا جودة always learning، هانا جودة دايما بتتعلم and trying وبتحاول hard بجد to achieve her عشان تحقق ايه؟ طبعا عشان تحقق اي حد بيحتاج ان هو يحقق اي انتصار او انجاز لازم ان هو يعمل بجد، يبقى طبعا اختار كلمة victories بمعنى انجاز او انتصار.
نمبر 2 بيقول له نقط are the people هم الناس you play against اللي انت بتلعب ضدهم in a competition في المسابقة. طبعا دول اللي بنقول عليهم مين؟ اللي بنقول عليهم الخصم يعني opponents. نمبر 3 بيقول لي I came first انا جيت الاول in the competition في المسابقة. what a نقط ده ايه؟ يبقى اكيد طبعا هنا بيقول لك انا جيت الاول، يبقى يا له من ايه؟ يا له من achievement يعني انجاز، يبقى what an achievement. نمبر 4 to get the noun عشان نحصل على الاسم of the verb من الفعل play. طبعا كلمة play بمعنى يلعب، عشان اجيب الاسم منها اللي هو اسم الشخص اللي هو من الاخر كده اجيب كلمة لاعب من كلمة play طبعا هنزود er يبقى هتبقى طبعا player يعني لاعب. نمبر 5 my team الفريق بتاعي will play يعني سوف يلعب ايه؟ the other school يعني المدرسة الأخرى. تيم الفريق بتاع المدرسة الأخرى next week الأسبوع القادم. يبقى طبعا هنا هيقولوا لي يلعب ايه؟ against يعني ضد فريق المدرسة التاني الأسبوع المقبل. نمبر 6 بيقول لي هنا يونس to work للعمل on a community project في مشروع خاص بالمجتمع last summer الصيف الماضي. تمام، يبقى هنا محتاج اجيب فعل تكرار وبعد كده فعل في التصريف التاني، يبقى اكيد اختار يونس always to work on a community project last summer يعني دايما بيتطوع في المشاريع الخاصة بالمجتمع. نمبر 7 بيقول لي هنا we not such a beautiful احنا شفنا ايه؟ sunset غروب شمس during اثناء our vacation الاجازه الصيفيه بتاعتي. جايب لي never never see never و never seen. طبعا عندي never seen دي خطا لان طبعا هنا جايب لي فعل في التصريف الثالث. هنا الفعل الاساسي سابق فعل التكرار برضو خطا. عندي never see فعل التكرار اللي هو كلمة never جاي وراها فعل في المصدر، وعندي هنا never saw فعل التكرار جاي وراه فعل في المصدر. هنا مصدر وهنا تصريف تاني، يبقى اختار انهي واحدة يا مستر؟ طالما في عندي never يبقى لازم يجي وراها فعل في المصدر، يبقى اختار never saw. بعد كده عندي رقم 8 بيقول لي هنا he to lock the door هو ايه؟ الباب when he lived alone لما هو بيكون عايش لوحده. يعني بقول لك ان هو to lock the door هو عادة ايه او غالبا بينسى او مش بينسى ان هو يقفل الباب لما بيكون عايش لوحده. نفس الكلام often forgets often forgot often forgotten. يبقى اختار طبعا الفعل الاساسي او فعل التكرار وبعد كده فعل في التصريف التاني، يبقى اقول طبعا he often forgot. رقم 9 بيقول لي how often كم عدد swimming last summer بيسأله عن عدد المرات اللي هو عمل فيها سباحة او سبح فيها الصيف الماضي. يبقى هنا هعمل ايه؟ عندي برضو ده سؤال فين؟ في زمن الماضي البسيط، يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج اجيب did وبعد كده وراها الفاعل you وبعد كده فعل في المصدر، فاختار رقم ايه؟ did you go. رقم 10 بيقول لي my friends اصحابي often غالبا their bikes الدراجات بتاعتهم in the parks في الحدائق on their summer vacation في الاجازه الصيفيه. طيب عندي فعل تكرار يبقى المفروض اجيب وراه ايه؟ اجيب وراه فعل في التصريف الثاني. التصريف الثاني من كلمه ride اللي هي يركب هي طبعا rode. نشوف بعد كده النموذج اللي بعد كده اللي هو read and write. هنا اول واحده بيقول لي they often هم غالبا plant بيزرعوا flowers الورد in their garden في الحديقه last vacation الاجازه الصيفيه الماضيه، وجايب لي كلمه plant. طيب الجمله دي فين؟ الجمله دي في الماضي، ما ينفعش اجيب فعل في المصدر، امال اعمل ايه؟ هجيب فعل في التصريف الثاني، والتصريف الثاني من كلمه plant طبعا هي planted، اللي انا طبعا كل اللي هعمله هزود لها ed. رقم 2 بيقول I never made انا ابدا ما عملتش my bed سريري in the morning في الصباح I liked it clean انا بحب ان هو دايما يكون نظيف. يبقى انا هقول ايه؟ I never لا، يبقى انا اكيد هقول I always انا دائما بنظف السرير بتاعي في الصباح. يبقى هنا بدل never هقول always. رقم 3 بيقول لي nor ever wore sunglasses يعني بترتدي النظارات she didn't walk in the hot sun هي ابدا ما بتمشيش في الشمس. يبقى طبعا مش هقول ever، اكيد هقول nor hardly يعني هي غالبا او اللي هو نادرا لما بتعمل حاجه زي كده لان هي دايما ما بتمشيش في الشمس. بعد كده جاب لي بقى باراجراف بيقول لي هنا اكتب لي باراجراف عن سبورت ستار. سبورت ستار طبعا يعني نجم رياضي، عايز نكتب باراجراف عن نجم رياضي. طبعا بكل اللي هو مطالبه مني ان اكتب 4 جمل بس، يعني باراجراف صغير كده. في ناس كتير ممكن تكتب عن هنا جوده، في ناس تكتب عن اي حد، انا مثلا اخترت ان انا اتكلم عن محمد صلاح. انا في البدايه هجيب جمله نفتتح بيها الباراجراف زي ما متعودين. هقول اول واحده I like sports انا بحب الرياضه very much كثيرا جدا. بعد كده هتكلم بقى واقول ان my favorite sports رياضي او اللاعب الرياضي المفضل ليا ستار my favorite sports star يعني اللاعب الرياضي المفضل ليا is محمد صلاح. هو هيكون مين؟ محمد صلاح. طيب نجيب بقى جملتين عن محمد صلاح عشان نكمل ال4 جمل. هقول ان هو he is a good player هو طبعا بيكون لاعب جيد، وهقول جمله كمان ان هو طبعا he scores هو بيحرز a lot of goals يعني بيجيب اجوان كتيره.
نشوف بعد كده النموذج الثاني. برضه read and write بيقول لي هنا محمود usually، محمود غالبا wore بيرتدي a hat قبعة when it لما يكون الجو sunny مشمس. طبعا برضه جملة في زمن الماضي وعاوزني هنا اعوض مكان بي. طيب بي دي انا بعوض مكانها في الماضي بايه؟ برافو، was aware. طيب الفعل هنا مفرد يبقى اختار ايه؟ هختار طبعا كلمة was. رقم 2 you hardly played sports، يعني بقول له انت ايه بتلعب كرة القدم. طبعا ما ينفعش استخدم كلمة never، hardly دايما بيجي معاها كلمة ever، يبقى you hardly ever. رقم 3 how often كم عدد المرات do you mother ان امك فيها make cakes بتعمل الكيكة last summer الصيف الماضي، وجايب لي هنا do، والسؤال ده في زمن الماضي البسيط. طبعا ده المفروض question، المفروض ينتهي بquestion mark بس هم حطوا نقطة. طيب هنا في السؤال ده هعمل ايه؟ كل اللي عليا ان انا هعمله ان انا هشيل كلمه دو اللي موجوده قدامي دي، وهجيب الفعل المساعد اللي بيجي مع الماضي اللي هو طبعا كلمه did. نشوف الباراجراف الخاص بالنموذج ده. بيقول لي هنا اتكلم عن the temple of إدفو اللي هو طبعا معبد إدفو. عاوزني اتكلم عن معبد إدفو. طيب معبد إدفو انا عارف عنه شويه معلومات، ان هو طبعا كان معبد قديم في مصر القديمه. يبقى هقول في البداية ان the temple of إدفو معبد إدفو ده is an ancient Egyptian temple هو معبد مصري قديم in the town of إدفو موجود طبعا هو في مدينة إدفو، والمدينة مسماة على اسم المعبد. بعد كده هقول طبعا ان المعبد ده موجود فين. هقول طبعا ان هو the town المدينة is on the west bank of the river Nile المعبد او المدينة موجودة على ضفاف نهر النيل بين طبعا مدينة لوكسور ومدينة أسوان. يبقى هقول between بين لوكسور مدينة لوكسور and أسوان. بعد كده هتكلم برضو عن المعبد واقول ان هو معبد بيكون قديم جدا. هقول طبعا ان هو it's very old buildings هو معبد قديم جدا. وهقول جملة بقى كمان اختم بيها، هقول ان the temple المعبد is about عمره حوالي 2250 سنة اللي هو طبعا years old. تعالوا بقى نشوف النموذج الاخير معانا. هنا بيقول لي في جروب سي بيقول لي read and write. اول واحده بيقول I not help و always جايب لي كلمه help يساعد وكلمه always بمعنى دائما. my mom والدتي with housework يعني في العمل المنزلي. طبعا برضو دي جمله في زمن الماضي البسيط، يبقى انا كل اللي هعمله ايه؟ هنسبق فعل التكرار. يبقى كلمه always هنكتبها هنا في الاول، يبقى هنا هنكتب always. وطبعا كلمة help هجيبها في الماضي هتبقى helped، يبقى هقول I always helped my mom أنا دائما بساعد والدتي with housework في العمل المنزلي. السؤال التاني بيقول لي how many كم عدد did you do something الحاجات اللي انت بتعملها to help لكي تساعد your community في المجتمع. فهو قال له always أنا دايما بساعد في المجتمع. طيب هنا هو سأل عن حاجة وهو جاوب بعدد مرات اللي هي كلمة always، يبقى أنا هستخدم إيه بدل many؟ هستخدم طبعا كلمة often اللي هو السؤال اللي بستخدمه طبعا للسؤال عن عدد المرات، يبقى هقول how often. رقم 3 she never play هي بتلعب the piano in the past في الماضي. عايز اقول ان هي ما كانتش بتلعب البيانو في الماضي، يبقى اقول طبعا she never play هتبقى برضو نزود لها ed هتبقى she never played the piano. بعد كده جايب لي بقى باراجراف اخير عاوزني اتكلم فيه عن your summer vacation يعني عن الاجازه الصيفيه. طبعا باراجراف سهل وعملناه كتير برضو هنا قبل كده في الكتب الخارجيه. في البدايه هعرف نفسي وهقول طبعا my name is محمد، ممكن انت تكتب اسمك او اسمك مفيش مشكله. بعد كده هقول ان in my summer vacation في الاجازه الصيفيه بتاعتي هقول مثلا ان انا I went to انا ذهبت لمدينه الغردقه اللي هي هرجده. بعد كده هقول ان هي طبعا مكان مذهل it's an amazing place. بعد كده هقول برضو الحاجات اللي انا عملتها I swam in the beach انا سبحت في الشاطئ. وهقول جملة بقى اختم بيها اقول طبعا ان انا I really had fun يعني انا حصلت على كثيرا من المرح والمتعة. باذن الله الفيديو الجاي هنزل لكم ان شاء الله التقييم بتاع الاسبوع الثالث، فاتمنى الناس كلها اللي استفاد من الشرح ما ينساش يدعمنا ويعمل لايك واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس عشان باذن الله لما ننزل التقييم والدروس الموجوده معانا تكونوا حاضرين ومتابعين معانا. كان معكم مستر محمد جوده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.